لحزب التجمع. مساء الخير يا دكتور رفعت. مساء النور يا جماعه. حضرتك فهمت؟ انت واخد الحكايه دي جد؟ نعم؟ انت واخد الحكايه دي جد؟ انا بتهيألي كده والله. يعني دخلنا في مأزق المهازل. يعني شوف انا هقول لك حاجه. حضرتك شايف انها مش لازم ناخدها بشكل جد؟ لا 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 لا، انا رأيي لا يؤخذ كل هذا الكلام في الاعتبار. هبكى لما سعد زغلول قال على واحد، قال له هبكى مجنونا يهرف القول. بغض النظر بقى، انا عايز اقول حاجه. ايوه فندم. الاخ حمدين الصباحي، ايوه، انا اعتب على مصطفى بكري انه قال معنا في خندق واحد. نعم. مش معنا في خندق واحد يا مصطفى. لم يعد، يمكن كان زمان، لكن الاخ حمدين الصباحي متفق مع نفسه. انتوا بتناقشوا في ايه؟ مش حمدين الصباحي الحزب بتاعه دخل مع الاخوان المسلمين في تحالف في الانتخابات ورشح اعضاءه، 5 من اعضائه دخلوا تحت شعار الاسلام هو الحل، ومنهم واحد قبطي رشح نفسه تحت شعار الاسلام هو الحل. الهدف هو ان يحوز مقعدا. مش حمدين الصباحي زار مكتب الارشاد اكتر من مرة وكان واقف وفارد صدره ويبعد بكوعينه الناس اللي حواليه لكي يصبح الاقرب من محمد مرسي ومحمد بديع والناس دول. في جبهة الانقاذ الاستاذ حمدين الصباحي، وانا بقولها ومش سر بقى لانه قالها قدام عديد من الناس، لما ابتدأت لجنة ال50 قال احنا لينا في جبهة الانقاذ لينا 15 عضو في جبهة ال50 وفي لجنة الدستور، واطالبهم بألا يوافقوا على الغاء المادة التي اضافها حزب النور اللي هي الخاصة بتفسير الشريعة وتفسير اوضاع الشريعة، اللي هي المادة 273 اظن او 219. ما اعرفش. المهم هو ده. وحتى يوميها لما ابدينا دهشتنا اجابنا بالاجابة التالية. وبقولها ولو هو يعترض عليها يطلع يكذبني. لعلنا بذلك نفتح الباب امام التحالف مع حزب النور في الانتخابات القادمة. لعل اعيدها تاني، يبقى هذا هو المسلك السياسي اللي انتهجه الاخ حمدين. دي مفاجأة بالنسبة لي يا استاذ رفعت. نعم، دي مفاجأة بالنسبة لي. انا بقى ما عدتش بفاجئ. علشان كده حضرتك بتقول لي انت واخد الموضوع ده بجد، فانا نعم. فعلا واخده بجد. طيب ناخده بجد بقى. نقول يا استاذ حمدين، جوهر الديمقراطية هو الفصل بين السلطات الثلاث، واي تعدي من احدى السلطات على سلطة اخرى ينسف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والديمقراطي في اي بلد. ولو ان السيسي النهاردة طلع والغى حكم المحكمة، انا هطلع ضده، لانه اذا الغى حكم المحكمة الخاص بمبارك ممكن بعد شوية يلغي حكم محكمة اخر انا موافق عليه. يعني وبالتالي نفي فكرة الفصل بين السلطات هو مبدأ مخيف. طب هو هنا بيقول انه على السلطة التنفيذية، ده البيان بقى بتاع تحالف التيار الديمقراطي او ما يسمى بالتيار الديمقراطي، على السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع المؤقت تفعيل وتطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة، وأن يسارع النائب العام بتقديم طعن بالنقد على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطي مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث في قضية موقعة الجمل. يعني هنا كمان في حالة النائب العام يعني بعد ما الحكم صدر ب5 دقائق كلف النيابة بدراسة تقديم الطعن. محدش مستني تعليمات
من الاستاذ حمدين، لكن انا عايز اقول تفعيل قانون الغدر تاني يا حمدين، تاني. احنا ناقصين. انت معرفتش قانون الغدر ده عمل في المصريين ايه، ومعرفتش المحاكمات العسكرية اللي كانت بتحصل ايام تطبيق قانون الغدر كانت عملت في المصريين ايه. يعني هو اصل حمدين يعني ما قاعد ايده في المياه البارده، لكن انا مثلا اتقدمت للمحاكمه امام مجلس عسكري عالي يرأسه قائد سلاح المدفعيه واعضائه مش عارف ايه، ولا واحد فيهم فاهم حرف واحد من القانون، مش فاهمين. يعني لما القاضي وقف يقول لهم دي جنحه مش جنايه، قال له انا مالي، انت هتقعد توجع دماغي ليه؟ اهي جريمه وخلاص. ده اللي كان بيحاكم الناس وبيحكم عليه. يعني انا عايز اقول بقى حاجه تانية، اذا الفصل بين السلطات ده مبدأ اساسي. نمرة 2، لما الاخ حمدين بيدعو لمخالفة القانون، بيدعو الناس الى التظاهر بكرة، ده حكم القانون فيه ايه؟ لا، هو بيقول ان هذا قانون غير دستوري وقانون جائر وظالم. ده حق، هو يقول اللي يقوله، هو قانون ساري، مش كده؟ لما يقول كده يبقى حكم القانون فيه ايه؟ يبقى دي هو اول حاجة. اذا سبته بقى، اذا مسكته هيبقى شهيد، واذا سبته يمكن العيال بكرة كلها تطلع وتقول لك اشمعنى حمدين قال تظاهروا؟ طب ما احنا بنتظاهر بناء على طلبه ومحدش قال له حاجة. يعني انت تطالب بمحاسبة هذا عبث. انا ما بطالبش، انا بقول له انت بتعبث. عشان كده انا من الاول بقول لك انت واخد الحكاية جد ليه؟ انا لا اطالب بحاجة ليه؟ هو ما انا مش عايزه يبقى شهيد كمان يستشهد علينا، مش مستاهله. انا عايز كمان اقول حاجه. نعم يا فندم. انه الدعوه للتظاهر الان تصب لصالح مين؟ ده سؤال مهم. لصالح الاخوان. ايوه مش كده؟ صحيح. وانا كان واحد بيسالني امبارح يقول لي هل معقول الاخوان هينزلوا المظاهرات دفاعا عن مبارك؟ للهجوم على الحكم الصادر ضد مبارك؟ قلت له لو في واحد عمل دعوة للتظاهر لإباحة البغاء، الإخوان هينزلوا يتظاهروا، لأن المبدأ عندهم هو إسقاط هذا النظام. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الشاري لحزب التجمع.